السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبدأ كلامنا، نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يلا نعمل احلى كفتة حالتي بالطريقة دي ومن غير ما تفك معاكي، واحلى طعم وروعة من غير بهارات كفتة الحاتي. بهارات موجودة عندك في قلب البيت هتديكي نفس طعم كفتة الحاتي. معايا 2 رغيف عيش بلدي مفرومين، ومعايا بصلتين كبار عليهم فلفل الوان مفرومين، ومعايا مية البصل طبعا هنصفيه عشان مش عايزين فيها مية، ومعايا طبعا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، والبهارات بتاعتنا شطة وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وملح ومرقاية معلقة هريسة شطة كده ومعلقة بقدونس. وقلب المكونات دي كلها كده في بعضها، لازم تدمجيها. ومعلقة زيت، حوالي 2 3 كده من الزيت، وادمجيهم في قلب الكفتة كده. ما شاء الله انا عايزاها بالطريقة دي. مية البصل هنضيف عليها اللي احنا طبعا مصفيينها، هنضيف عليها فلفل اسمر ومعلقتين زيت حلوين وبابريكا وشوية شطة صغيرين كده. هدهن الصينية تحت زيت بالطريقة دي، ضروري جدا ان انت تدهنيها. معايا اي حاجة عندك افردي عليها، عندك سيخ، عندك مسن كده زي اللي عندي كده، اغسليه كويس وادهنيه زيت قبل ما تعملي الصابع. هتحطي ايدك في مية البصل، وبعد كده هتدهني السيخ بتاعنا كده، وافردي بقى الكفتة بتاعتك كده زي كفتة الحاتي بالظبط، واعملي علامة الصوابع كده عليها. ما شاء الله، شوف كانت ريحتها والله العظيم جميلة جدا والطعم خطير. هعمل معاكم كمان واحد كده بنفس الطريقة. هتدهنيها بمية ايدك بمية البصل، مية البصل طبعا ومعلقتين الزيت بيفرقوا معاكي كتير، بيساعدوا الكفتة انها تتفرد معاكي وما تلزقش في ايدك. ما شاء الله. لازم طبعا تقلبهم كويس وتدمجي العيش في البتاع، ولو عايزة تحطيها في الكبة وتفرميها. ما شاء الله رغيفين العيش دولت بضعفوا الكمية. ما شاء الله دي كانت الكمية بتاعتي من كيلو لحمة. ما شاء الله. طبعا انا ما سويتهاش كلها بنفس الطريقة كده. مية البصل اللي فايضة معايا هنزل عليها دهن كده بالكفتة، ادهن الكفتة بيها كده. ما شاء الله دي السر فيها، ما شاء الله بيخلي طعمها جميل جدا. شوفوا الجمال. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد من أكلك أحلى مع ولاء. يا ريت تدعموني بلايك. ما شاء الله. ودي الكمية، أنا عندي نص الكمية وسويت نص الكمية على نار هادية، فرن 180 درجة على نار كده، ودخليه الفرن وسيبيها كده تستوي مع نفسها كده. بيبقى ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، ريحة جميلة جدا وروعة. هتعملي معاها شوية مكرونة كده وسلطة طحينة وبألف هنا. ودي كانت الكمية اللي انا سويتها. ما شاء الله. ولعت على فحم على النار، ولما الفحم اتعملت حطيتها في ورقة فويل بنفس الطريقة، وحطيتها كده ما شاء الله، ومعلقتين زيت عليها كده حلوين علشان طبعا يطلع الدخان بتاع الفحم الجميل، وكأنك انتي شويتي على الفحم بالظبط، وبتدي طعم وريحة الفحم بالظبط. ورقة الفويل كده وغطي كويس، لازم تغطي على الدخان علشان يديكي رائحة الفحم. ما شاء الله. شوفوا كانت ريحتها جميلة جدا والطعم روعة وعجبت الأولاد. هنشيل الفحم بقى وشوية خضرة كده على الوش كده. ما شاء الله. شوفوا الجمال والطعم جميل جدا، وكمان مش مكتومة ولا اي حاجة. شوفوا ما شاء الله جميلة جدا. جربوها بنفس الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة كده. ما شاء الله الله اكبر. وده كان فيديو النهاردة، يا ريت تدعموني وتشجعوني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله من اكلك احلى مع ولاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم ولاء أحمد.